تشتركوا في القناة وتفعلوا زر زر الجرس الجرس عشان عشان يوصل يوصل كل كل جديد، جديد، والمحتوى والمحتوى اللي اللي عندنا عندنا مش مش عند عند أي أي حد. حد. وهعمل وعمل لكم لكم حاجات حاجات روعة روعة جدا جدا وأول وأول مرة مرة تسمعوا تسمعوا عنها. عنها. هخليكم هخليكم ويا ويا ريت ريت تقدرونا تقدرونا بلايك، بلايك، وهخليكم وهخليكم جهاز جهاز التليفون التليفون كمبيوتر، كمبيوتر، وهخليه وهخليه خلفيات خلفيات متحركة. متحركة. وعارف إن البطارية بترعس بسرعة، أنا هخليها تبقى تخلص ببطء. تابعونا الفيديو الآخر، الفيديو في الآخر مفاجأة جامدة، يا ريت تتابعونا. ولو في حاجة مش عارفينها تقولوا في التعليقات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. المحتوى اللي عندنا مش عند أي حد، مش هقول تاني. يلا بقى عشان نبدأ. يلا اتفضلوا كوميديا متنوعة، ولا تشتركوا في القناة. وهنبدأ. طريقة تخلي الهاتف بتاعك كمبيوتر، يعني الموبايل بتاعك كمبيوتر، وطريقة سهلة جدا. أول حاجة هتخش على المتجر بلاي، وبعدين هتخش على ويندوز 10 دي. أيوة الكمبيوتر كتشغيل، تثبتها والتشغيل وتخش بقى. امشي معايا واحدة واحدة عشان تعرفوا الخطوات. والفيديو دوت ممتاز جدا، عليه تمييز كتير على الأجهزة بتاعتك. الموبايل نفس طريقة الكمبيوتر، هيفتح معانا اهوت. بقى كمبيوتر اهو. تك على الكمبيوتر، صغر الشاشة، ولو في حاجات فلاشات بتحط هنا مكان الشاحن، حط فيه فلاشة ولا حاجة، وتبقى عريضة كده تحط فيه فلاشة ولا حاجة. وهوريها لكم حالا اهي. بصوا، هي دي مكان الشاحن عشان يدخل في التليفون، ودي هي اللي بتدخل فيه الفلاشة. وتنزل مثلا لعبة جاتا اللي بتشتريها بفلوس من على المتجر، هنا بقى تنزلها براحتك وتعمل كل حاجة براحتك. كده أول حاجة عديناها. وياريت تشتركوا في القناة وتجعلوا في الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنبدأ دلوقتي تاني مرحلة. ايه اللي بيدمر البطارية وبيخلي البطارية تخلص بسرعة؟ انا هقول لكم. اللي بيخلص البطارية بسرعة، اول حاجة نمشي معاها الخطوات ونخلي البطارية تمشي ببطء ومش تخلص بسرعة، تكفيك باليومين تلاتة. اول حاجة نخش على الاعدادات، وبعدين نتك على جوجل، وبعدين نتك على تلات نقط اللي في الجنب، ونشتغل استخدام بيانات الشخصية، وبعدين هتلاقي دي متفعلة الغيها. يمكن مساعدة التحسين التجاري في استخدام اندرويد وممكن خلال الانسان تطبيق وغير من جوجل وهتلغيها. ترجع لسه في حاجة كمان تنزل، وتخش على الإعدادات المتقدمة. هتلاقي المسح متوفر دائما، دوت تلغيه، دوت بيدمر البطارية نهائي. وكده تاني مرحلة خلصت، وهي تدمير البطارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولسه هنبدأ دلوقتي، لسه كمان مرحلة وأجمد كمان، أجمد. استنونا. ورجعنا لكم تاني. ازاي تخلي الخلفية زي الخلفية بتاعتي كده؟ ازاي؟ اكيد عاوزين تعرفوا ازاي. انا اقول لكم دلوقتي. تابعوا معايا الخطوات واقول لكم. اول حاجة، تابعوا معايا الخطوات واقول لكم. اول حاجة اهو، قلبنا في التيك توك ونكتب لايف وورلد بمبرير. اول حاجة مثلا دي خلفيات برضو لو عاوزها، مثلا دي، مثلا عاوز تعمل الخلفية اللي انا قلتلك عليها، راحت فين؟ اهي.
تدوس عليها، وبعدين تفتح على السهم اللي في الجنب، وبعدين تتك تعيين خلفية، وبعدين تتك تعيين خلفية، وتتك تطبيق الشاشة الرئيسية وشاشة الكهرباء، هتلاقيها تطلع، هتلاقيها اتعملت معاك. مثلا عاوز تجرب خلفية تانية عشان تكون مش هي، تتأكد برضه عشان انت شفتني اعملها. مثلا قول مثلا دي مثلا هنخش نجرب نعمل خلفية، هيحمل سريع جدا، وهنبدأ تكت عين الخلفية والتطبيق شاشة رئيسية هتطلع، هتلاقيها قدامكم. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم وتعملنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. انت تعرف ان في زرار مخفي عندك في الجهاز؟ دي تاني حاجة وهقولكوا دلوقتي برضو اهي، تدوس هنا دي عندي عشان اعملها، يقرالك كل حاجة، يقرالك بس يعني. الصور، ايوه الإعدادات، الأدوات، المساعد، يقرالك كل متجر حاجة. بلاي، دو، عدسة، جوجل. مثلا حاجة مش عارف تقراها حاجة زي كده هو يقراها لك. ده زرار جديد هو اكيد مش عندك وانا عاملهولك، استنى